يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل أكلة طعمها حلو جدا، أنا شخصيا بحبها قوي. هنعمل كبد فراخ بدبس الرمان. بجد دبس الرمان بينقل كبدة الفراخ لحتة تانية خالص. أكلة بسيطة وسهلة، مش هتاخد مواعين كتير ولا مجهود كبير. ممكن نعمل جنبها شوية بطاطس محمرة أو طحينة، شوية مكرونة، وهتبقى غدوة حلوة جدا وفي نفس الوقت سريعة. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. هنجيب طاسة على النار وهننزل بشوية زيت، معلقة صغيرة من السمنة هتدي طعم حلو قوي لكبد الفراخ. وكمان ياريت وانتي بتشتغلي تكون النار بتاعتك عالية، لان طبعا كبد الفراخ لازم تستوي على نار عالية عشان ما تنزلش المية بتاعتها. اول ما السمنة تسيح هنبدأ ننزل بكبد الفراخ بتاعتنا، نديها صدمة، واول ما تاخد لون هنبدأ نقلبها على الناحية التانية ونشوحها كويس في المادة الدهنية بتاعتنا. بعد ما نتأكد ان هي خدت اللون الحلو الذهبي ده، هنبدأ ننزل بفص كبير من التوم او فصين صغيرين على حسب حجم التوم بتاعك. هنديله تشويحة مع كبد الفراخ ونخلي بالنا عشان التوم ما يتحرقش ويمرر لنا طعم الكبدة. يا دوبك بس نشم ريحة التوم هنبدأ بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. نص معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الأسود، ورشة كمون. مش هنكتر الكمون عشان ما يمررش معانا. على فكرة انا مستخدمة نص كيلو من كبد الفراخ، لو انتي هتستخدمي كيلو يبقى هتضاعفي كمية التوابل والثوم اللي احنا حطيناه. هنبدأ نشوح التوابل مع كبد الفراخ، واول ما نشم ريحة التوابل هننزل بنص ليمونة وربع كوباية من دبس الرمان. هنديهم بقى تقليبة مع بعض، وهنسيب الكبدة تاخد يعني غلوتين كده عشان تشرب من طعم دبس الرمان، وهي خلاص هتكون استوت معانا. طبعا الكبدة ما بتاخدش وقت في السوى. هنجيب بقى الطاجن وهننزل بكبد الفراخ، وبعد كده هننزل عليها بالصوص اللي موجود في الطاسة، وبعد كده هندخلها على فرن سخن يعني بس وشها يحمر وتاخد لون من فوق، وكده هتبقى جاهزة معانا وهتدوقوا احلى طاجن كبد فراخ بدبس الرمان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.